في ال 24 ساعه اللي مازالوا. علاش احنا نساندوا في هذا الاتجاه في الحزب الجمهوري وحتى في التحالف في الاتحاد من اجل تونس بصفه شامله، راهو هي خطوه ايجابيه عندها شروط نحكيو فيها اذا بطبيعه الحال المبدا عليه وفاق، ويلزمنا ناخذوا الوفاق على المبدا هذا اللي كنا نحبوا عليه. نتاسفوا اليوم سمعنا اللي حركه النهضه وحزب المؤتمر مازالوا متشبثين بالرفض لهذا الاتجاه. نخرج شويه التوانسه كي سالوهم شنو مشاكلهم، شهرين التالي تخرج في الاول الشغل، في الثاني غلى المعيشه، نبعدوا شويه نلقاو الامن، نلقاو الفساد وغيره. اسبوع هذا اخر يعني تحاليل صاروا، الشغل باقي هو في الرتبه الاولى، وانا نتاسف في الشغل راهو ولات مشكله كبيره، مش ناس ما تلقاش شغل بركه، ولكن توا سمعنا معمل في باجه يعمل كابلوات الكراهب على خاطر فما ازمه في اوروبا، 1000 خدام خرجوا 4 اشهر وممكن ما يرجعوش، شركه معناها اوروبيه. الامن ولا في المرتبه الثانيه، والامن مش تو فما حاله معناها رجال الامن يعملوا في مجهود كبير، ولكن السرقه كثرت، الناس في الريف البقر يتسرقوا، المعيز يتسرقوا، كل شيء قاعدين نعملوا معناها زي تنانين. الامن ولا مشكل كبير في البلاد، وذاك علاش ولات فما مجموعات حتى معناها مدنيه ما فماش كل ما لازم باش نجموا نوفروا الامن. والفساد والمشاكل تاع الفساد اللي مازالت موجوده. الازمه قبل كل شيء في اي مجتمع تكون اجتماعيه، والسياسه ما تجيب كان الاستقرار باش تدور عجله الاقتصاد باش نحلوا المشاكل الاجتماعيه. الازمه السياسيه احنا فيها لينا مده، لينا مده قبيله جبدنا كيفاش في اواخر ماي الحزب الجمهوري قال راهو يلزمنا حكومه كفاءات عليه، على خاطر الاختيار الاول اللي صار في الفتره الانتقاليه هذه نعتبروه كان اختيار ماهوش ايجابي. علاش؟ على خاطر في فتره تاسيسيه في عوض نركزوا على شنو الفتره التاسيسيه، باش نعملوا دستور، باش نعملوا هيئات الكل، المجلس التاسيسي ما حدش نروحوا مده محدده، ما فما حتى رزنامه، والاحزاب عملت حكومه ائتلاف، حاولت تعمل حكومه وحده وطنيه، ولكن المبدا ما كناش موافقين عليه، حكومه وحده وطنيه حزبيه. علاش؟ كتبنا مده قصيره، يصير ساعه توزيع، وهذا صار للاسف عندنا في مده يعني الوزارات بالانتماء الحزبي، ومن بعد حتى في وسط الاحزاب انت والتيارات، ونخلطوا المده قصيره نوليو فيس نخموا في الانتخابات القادمه. وش يصير؟ يصير الاداره كما اللي صار توا في بلادنا، الاداره ولات فيها العديد من التعيينات يعني اللي هي حزبيه، والثقه تتفقد بشويه بشويه في جهاز الدوله. الثقه توا احنا نعتبروها مفقوده في جهاز الدوله، في القضاء، في جهاز الدوله، في الامن. واخر ما صار يوم معناها يوم الجنازه المرحوم شكري بالعيد، يوم الجنازه صار عنف في السبيخه. سمعتوا الحزب الجمهوري معناها ممثلنا ضربوه بموس على ظهره، ضربوه وعقل الناس، ويمشي للمركز ويقول على الناس، والناس يقولوا له هذوما تجاذبات سياسيه، معناها تجاذبات سياسيه ولا تسمح المواطن باش يضرب مواطن بموس، وما زال التحقيق صاير والناس ما تشدوش ويحوسوا في القهاوي وهما معروفين. دونك سي حمادي جبالي هو رئيس الحكومه. رئيس الحكومه مبدئيا عنده تقييم لاداء حكومته واضح، اعتبر اللي حكومته فاشله، الاسباب علاش كيفاش حاجه اخرى، واعتبر اللي المده اللي مازالت قدامنا قصيره، ماذا بينا الحكومه تركز والوزراء يركزوا على اداء وزارتهم، مش يهبطوا في شارع حبيب بورقيبه ويشعلوا في معناها في الجماعه اللي معاهم، يخدموا خدمتهم ويركزوا على الاداء نتاعهم. وبل بالعكس الوزراء اللي كانوا معناها من الاحزاب يمشيوا المجلس التاسيسي باش يسرعوا في اداء المجلس التاسيسي باش يكملوا الفتره الانتقاليه حتى تستقر البلاد، ومن بعد اكثر من هكا ونرجع للمجتمع التونسي والمواطنين يركزوا على البرامج المرحله القادمه اللي هي باش تكون طويله، ويلزم المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه تاعنا، وقتها نخلطوا نلموا التوانسه لتنافس سياسي سليم على اساس البرامج والرؤيه للبرامج الاقتصاديه والاجتماعيه. هذا هو الهدف. هذاك علاش احنا نراو اللي هي خطوة إيجابية إذا موجودة كل الشروط للحياد، لحلال رابطات حماية الثورة، لحياد المساجد، وفما مناخ سليم للتنافس السياسي، وقتا نكونوا كنخبة سياسية شاركنا في إنجاح مسار انتقالي في بلادنا. آخر استطلاعات الرأي